السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. هذه أول قصة غادي تكون قصة واقعية حقيقية اللي وقعت. هذا واحد الصحابي اللي يسمى أبو عبد الله القرشي. هذا الصحابي كان كيعاني مع الزوجة ديالو على أنها زوجة سليطة اللسان، فمها قبيح، كتهضر بزاف وكتعطي القرطاس من فمها. دوز معها عدة سنوات، ما يعادل كدا 20 سنة، وولد معها 5 الأبناء، وما عمرو تشكى من الأهل ديالو، ما عمرو مشى عند الأهل ديالها قال لهم الله يخليها سلعة ولا قال شي حاجة بحال هكا ولا تشكى. صابر محتسب وكيطلب الله سبحانه وتعالى يعوضه، ولكن عنده معها 5 الأولاد وهما السبب. كيف كيقولوا الناس صابر على ود الأولاد. ولكن وصلت واحد ملي تقريبا 22 أو 23 سنة ديال الزواج، وصلت كيف كنقولوا وصلت للموصل العظم وتزير. هو ما بغاش يطلقها، ولكن تخنق، بغى يتنفس، بغى يرتاح شويه، بغى يبعد من داك الهم وداك الصداع في الدار. نقير كيف كنقولوا حنا، نقاره الله يخليها سلعه. هذا النقير هذا الله يخليه سلعه كيدمر اسر وكيدمر الحياه داخل البيوت. على اي حال، هذا الصحابي هذا قرر على انه يمشي يبدل الجو. هز راسو قال انا نمشي شي ايام نغبر. بقى تيفكر فين غنمشي، فين غنعطي الراس، وتفكر كاين واحد الجبل قريب ليهم، لكن في الضواحي ديال مكة. وكيف كنعرفوا على ان مكة فيها العديد من الجبال دايرين بها. سول كان كيهضر مع شي ناس، قالوا ليه كاين واحد الجبل فيه شي ناس بحال قلتي زاويه، بحال المتصوفين جالسين تما كيتعبدوا الله، منقاطعين بحال اهل الكهف. القصه ديال اهل الكهف منقاطعين على الناس، جالسين تما في داك الجبل كيعبدوا الله وعاطين اتساع للبشر. من بعد ملي مشى قلب عليهم حتى لقاهم، قال لهم انا جيت، ما بغاش يعاود لهم القصه الحقيقيه ديالهم، بغى يقول لهم لا، قال لهم جيت بغيت نريح معكم شي شويه، بغيت الصفاء ديال الروح وكنقلب على الراحه. انا هارب من الصداع وكنقلب على الراحه، وهذا الحال ديال بزاف ديال الناس، ولكن كيسلكوا طريق ديال محرمات باش يلقاو اللذه او الراحه المؤقته، اولا بعض الناس اللي يقلبوا على الراحه ديالهم في حوايج اخرين. لقى هذوك الناس جالسين كيتعبدوا الله، جلس معاهم. اش كيديروا؟ اعمال الذكر، الصلاه، قراءه القران، اذكار، صافي هذه هي الحياه ديالهم. جلس معاهم النهار الاول، ملي جاء وقيته ديال الماكله قالوا ليه ملي جات وقيته ديال الماكله قالوا ليه حنا دابا راه ما عندنا ما ناكلو، بغينا ما ناكلو ولكن غالب الله. قالوا ليه طلب لينا الله. قال لهم انايا ما شنقول لك، ما عمري انا زعما طلبت الله سبحانه وتعالى يحضر لي الماكله، جاتو شي حاجه غريبه. قالوا ليه صافي. ناض واحد السيد فيهم دعا الله سبحانه وتعالى، يا ربي حنا محتاجين الطعام وكذا، وحنا منقاطعين لاجل العباده. فاستجب الله سبحانه وتعالى للدعوه، وكان دايز واحد الراجل هز الزاد ديالو مسافر بالخيل ديالو، وشافهم قال لهم اجيو تشاركوا معايا الطعام. هذا السيد ابو عبد الله القرشي تعجب، سبحان الله، الدعوه استجابها الله فيت في، يعني شنطا كيف كنقولوا. صافي قال اذا انايا في المكان المناسب مع الاشخاص المناسبين. ارتاح قلبه لهاد الناس هادو، خصوصا على انه شاف على ان الدعوه تمت استجابه الله سبحانه وتعالى. ما حد الله سبحانه وتعالى استجابها في البلاصه الا وان هاد الناس هادو راهم ناس معقولين. المشكله انه هاد الناس هادو كل ما كيخصهم الماكله ولا كيخصهم الماء ما يشربوا كيدعوا الله سبحانه وتعالى كيسخر، يعني ماشي هذيك المره الوحيده.
كيسخر لهم الله سبحانه وتعالى. شي واحد كيجي تمايا بماكلته بشرابه كيزورهم. ابو عبد الله القرشي تعجب، قال سبحان الله ما شفت هذا الشيء هدايا في قلب مكه. اذا بي في جبل منعزل، الناس هادو منقاطعين كيجيهم رزقهم رغدا كل ما كيدعوا الله سبحانه وتعالى. هو يقول لهم الله يجازيكم بخير، بغيت نسولكم واحد السؤال، شنو كتطلبوا الطريقه ديال الدعاء ديالكم باش كتدعوا الله سبحانه وتعالى؟ كيفاش كتدعوه باش كتدعوه؟ وصراحه انا راه ملي كنت كندير هذه القصه هذا كان هو الهدف ديالي منها ملي كنت كنقراها، حتى ملي قريتها هذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم، لان هذه قصه ذات عبره. قالوا لي حنا وصلتنا الخبر على انه كاين واحد الرجل في مكه سميتو ابو عبد الله القرشي، للاشاره انه هو ما قالش لهم سميتو، فقط ما عارفينوش شكون. قالوا لي عارفين سمعنا انه كاين واحد الرجل سميتو ابو عبد الله القرشي مجوج واحد المراه قبيحه وصابر عليها، وملي كنجيو ندعو الله سبحانه وتعالى كنقولوا يا ربي بسبب داك الرزق، بسبب داك الصبر ديال داك السيد ارزقنا يا ربي طعاما، بسبب هذاك القوه ديال الصبر والتحمل اللي عنده صابر، ما عمرو قال ما عمرو قال لها اوف، كيكمدها ويسكت، عايش معها وصابر. هذا هو الصبر الجميل، كيف قال الله سبحانه وتعالى في القرآن فصبر جميل على لسان سيدنا يعقوب، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وكيف شرحوا بعض العلماء أن هذا الصبر، ما معنى صبر جميل؟ هو الصبر الذي لا شكوى معه. وهذا قليل فين كنشوفوه، لأن بزاف بنادم كيتشكى وكيقول واش غنديروا حنا صابرين، هذا ما تيبقاش صبر. اش غنديروا حنا صابرين؟ والصبر شي مجرد تتأفف راه ما بقيتيش الصبر، لأن الصبر درجات، ما بقيتيش 100% ديال الصبر. بحال دابا نعطيكم مثال، أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل ملي خرج من السجن، لأنه دوز السجن وكلا العصا، قالوا لي ادعوا على الظلام، على اللي ظلموك، منهم المأمون، منهم الخليفة المأمون والأخ ديالو المعتصم، قالوا لي ادعوا عليهم. قال لهم لا، قال لهم انا سامحتهم. وقالوا لي ادعوا عليهم وخاو، قال لهم ما صبر من دعا على ظالم، انت مظلوم صبر، الا مشيتي تدعيتي ما بقيتيش محسوب من الصابرين، صافي صبر، خليه بينه وبين مولاه، ربي قاد ياخذ لك حقك. نرجعوا للقصه، ملي قالوا لي نحن ندعو الله ان يرزقنا بصبر، واحد السيد سميتو ابو عبد الله القرشي بحال الا كبيتي عليه الدوش ديال الماء بارد. قال لي يا سبحان الله، قال انا الناس ما كيعرفونيش يستشفعون بي عند الله سبحانه وتعالى، كيطلبوا الله بيا، وانا ما قادش نزيد نصبر ونستحمل وندعي الله سبحانه وتعالى. بمعنى جاتو غريبه، الناس كيستافدوا من داك الصبر ديالي ويتقربون به إلى الله ويدعون به الله فيرزقهم الله. يعني هذه راه حاجة عظيمة، وأنا يا صافي مليت وباغي نطج وباغي نتفرق مع هاد المرأة ونسبح في دوك الوليدات، صافي نتما هذيك الليلة نعس معاهم، ديك الليلة بات ما صبح، هز راسو رجع لدارو، قرر على أنه يكمل في داك الصبر. علاش؟ ملي شاف الفائدة ديال ديك الصبر عند البراني، ما بالك بداك الشيء اللي غيعطيني الله سبحانه وتعالى انا. اذا كان دوك الناس عطاهم الله سبحانه وتعالى بمجرد ان دعاوه بيا او تشفعوا بي عند الله سبحانه وتعالى وربي رزقهم، ما بالك بانا؟ علم الله انا كيفاش غادي يعاملني الله سبحانه وتعالى، وعلم الله شحال من حاجه بعدها الله من طريقي، وشحال البركه في الاولاد وكذا بسبب داك الصبر. وانا طجيت وجاي دابا باغي نسمح في كل شيء. صافي رجع في حاله وقرر على انه يكمل الحياه ديالو. هاد القصه هذه باش الناس اللي غادي يبغيو يزيدوا يقلبوا عليها، ولا الناس اللي كيقول لك منين جبتيها،
ذكرها الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين. والهدف منها هو أن الإنسان يصبر الصبر الجميل، الصبر الذي لا شكوى معه، ويحتسب لله، يقول أنا صابر والعوض ديالي عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا ممكن إلا شاف شي واحد صابر، إلا كنتي كتعرف شي واحد في لونتوراج ديالك، في المحيط ديالك، إنسان صبور ما فيه لا شكوى لا كذا، ممكن تطلب الله، تقول يا ربي ترزقني ولا تعطيني ولا تغفر لي بصبر هذا الرجل ولا هذه السيدة ولا هذا اللي صابرة على رجلها ولا على أولادها، لأن ترجر فيهم النقارين وفيهم سليطي اللسان. على أي حال كنتمنى أن هذه القصة هذه تعجبكم وتستافدوا منها. إن شاء الله ندير لكم قصص من هذا النوع في القريب العاجل. لهذا ما تنساوش الاشتراك والبارطاج والكومنتير، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.